عسلامة ومرحبا بكم. إدارة الترجي الرياضي التونسي أصدرت بلاغ عشية اليوم لتوضح موضوع الإصابات في الفريق، خاصة إصابة البرازيلي رودريغو رودريغيز وكذلك حارس المرمى البشير بن سعيد. بالنسبة لرودريغو رودريغيز من اللي كان مسلسل حول استمرار تجربته مع الترجي الرياضي التونسي من عدمها في الصيف، بدأ مسلسل الإصابة وكانت أعلنت الترجي أنه اللاعب باش يغيب لمدة شهر، لكنه يغيب منذ شهرين حاليا ومازال موعد العودة غير معلوم. والحديث هنا على خطأ في تشخيص نوع الإصابة رغم تأكيد الفريق أنه تعرض إصابة جديدة. صراحة نقطة استفهام. اللاعب هذا تعرض لأكثر من إصابة منذ قدومه للترجي الرياضي التونسي اللي عداهم مضروب أكثر من اللي لعبهم، كما يقولوا نفس الأخطاء الطبية قاعدة تتكرر. صراحة ماناش متعودين على الحاجات هذه في الترجي الرياضي التونسي، وعديد اللاعبين اللي وقع تشخيص الإصابة نتاعهم عن طريق الخطأ وخلاهم يعانيوا للأسف، أمثال غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، برشا أسماء كانوا تعرضوا للإصابات في وقت سابق مع الترجي الرياضي التونسي وكان التشخيص خاطئ. وللأسف رودريغو رودريغيز باش يواصل الغياب، غير معروف وقتاش باش يرجع. صراحة لاعب مهم، حبيناه يرجع على قريب باش يعاود يدخل في المباريات باش تخليه حاضر قبل رابطة الأبطال الإفريقية، ولكن قدر الله ما شاء فعل وباش يواصل الغياب نتاعو لفترة أخرى. وبالنسبة للبشير بن سعيد، وبعد مرور 3 أسابيع على إصابته تم إجراء الفحوصات اللازمة والتي أثبتت تعافيه من الإصابة، ويستأنف تدريجيا التدريبات مع المعد البدني ثم مع المجموعة. أكيد زاد البشير بن سعيد باش يرجع لأجواء المباريات، ولكن مازال شوي وقت، يحب له بين الأسبوع أسبوعين زاد آخرين باش يكون جاهز 100% للمباريات الرسمية. صراحة صحيح بشير بن سعيد حارس دولي وكان خذاه هو المشعل وكان هو الحارس الأول في الترجي قبل الإصابة، ولكن صراحة أن الإصابة نتاع رودريغو رودريغيز ونقاط الاستفهام العديدة حول الإصابة هذه تخلينا نخسروا لاعب مهم لأنه نعرفوا أنه الترجي الرياضي التونسي هجوميا مستحق كل اللاعبين. صحيح أشرف الجابري قاعد يقدم في مستويات ممتازة وقاعد يأكد في المباريات الأخيرة وقاعد يثبت أنه لاعب من طينة الكبار ويستحق يكون أساسي في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. ولكن رودريغو رودريغيز الخبرة الكبيرة اللي عنده الثقل نتاعو ان شاء الله كما قلنا يرجع سريعا، وان شاء الله الاطار الطبي في الترجي الرياضي التونسي ما يخسروش برشا وقت وما يخسرش الفريق برشا وقت، لانه كما قلت لاعب مهم جدا.